مساء الفل والسعادة متابعيني الأفاضل في مصر وفي كل أنحاء العالم العربي وكل أنحاء كوكب الأرض، وأحلى وأجدع تحية كوكب الأرض. من كام يوم طلع أنطونيو جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة. الراجل ده اللي بيطلع يصرح ويشجب ويندد، طلع بتصريح قال فيه إن بحلول عام 2100 منسوب المية في البحار والمحيطات هيرتفع 43 سنتي. وقال كمان لو فضلت الناس مستخبيه وعاملين فيها من بنها، فاحنا هنلاقي ان في جزر ومدن ساحليه هتختفي من الوجود وتتلاشى. يعني لا هيبقى في اسكندريه ولا ساحل ولا مطروح ولا شرم ولا غردقه ولا حتى بلطيم وجمصه. منسوب الميه في البحار والمحيطات ارتفع لان درجه حراره كوكب الارض ارتفعت عن المعدلات الطبيعيه، وده ادى ان التلج في القطب الشمالي والجنوبي يسيح والميه اللي فيه تدخل في البحار والمحيطات، فبالتالي ارتفع منسوب الميه في البحار والمحيطات. حد مركز معايا وانا بحب الناس مركزه هيسالني ويقول لي طب هو ايه اللي خلى اصلا درجه حراره الكوكب ترتفع؟ هقول لك حبيت السؤال وهجاوبك. احنا يا باشا، احنا اللي دمرنا الكوكب. قال لك الانشطه اللي بيقوم بيها الانسان داخل كوكب الارض هي اللي رفعت درجه حراره الارض. خد عندك مثلا وسائل النقل والمواصلات، عربيات، موتوسيكلات، اتوبيسات، ميني باصات، ميكروباصات، طيارات، سفن، الصواريخ اللي بترشق في الغلاف الجوي بالسخان بتاعها. كل الحاجات دي بتستخدم سيادتك مشتقات البترول او اللي بيقولوا عليها الوقود الاحفوري. ده غير محطات توليد الكهرباء برضو بتستخدم الوقود الاحفوري اللي هم بيحفروا في بطن الارض عشان يطلعوه. قال لك بقى الوقود الاحفوري ده مصيبه، كارثه في حد ذاته. ليه بقى؟ لانه الانبعاثات او الغازات اللي بتطلع منه بترفع درجه حراره الجو. الغازات دي اللي هي ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد النيتروجين والميثان. ده غير بقى التكييفات والثلاجات بتطلع حاجه رابعه اللي هي مركبات الكلوروفلوروكربون، ودي برضو بتزود درجه حراره الجو. الرباعي المرح ده كله اللي هم الغازات ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد النيتروجين والميثان والمركبات الكلوروفلوروكربون بيعملوا مع بعض حاجه اسمها الغازات الدفيئه، بيرفعوا درجه حراره الجو. غير ان هم كمان بيحطوا طبقه عازله على الغلاف الجوي فبيحبسوا درجه الحراره جوه الكره الارضيه، وهو ده اللي بيسموه الاحتباس الحراري. الحراره محبوسه يا ولداء جوه كوكب الارض مش عارفه تخرج. وده حلو يا جماعه، والله ده في مصلحتنا يا ولاد، ده في مصلحتنا. عارف انت كده لما تبقى مشغل الدفايه في الاوضه وتروح قافل الباب فتحس كده بالدفى؟ ده لمصلحتنا. لو الغازات دي في الحدود الامنه الطبيعيه مفيش مشكله. وكمان مفيش مشكله لو الغازات دي كمان برضو في مساحات خضراء تعادلها، لان انتوا عارفين طبعا انه المساحات الخضراء الغابات والاشجار هي اللي بتمتص ثاني اكسيد الكربون. لكن المشكله البني ادم يا ولاد متسلط على نفسه. حتى الغطاء الاخضر اللي كان ضمان وحمايه لينا علشان يمتص ثاني اكسيد الكربون الزياده فيلطف حراره الجو، حتى ده تم التعدي عليه. مين اللي تعدى عليه؟ هو في حد غيره؟ البني ادم هو اللي دمر الكوكب يا جماعه. عندك مثلا مصانع الخشب والورق والكرتون، الماده الخام بتاعتها جذوع الاشجار. قطع يا عم في الشجر. ده غير كمان الناس اللي بنت على الاراضي الزراعيه. يعني انت متخيل شال الشجر وشال الاراضي الزراعيه وحط مكانها خرسانه. حط بقى خرسانه، دخل كهرباء، تلاجة، تكييف، وسلم لي على الاحتباس الحراري. بصوا انا مش عايزه احبطكم، انا مش عايزاكم تحبطوا يا ولاد، بس هو الموضوع يا ريت وقف على كده، يا ريت وقف على كده. الا كمان الغازات الدفيئه دي بربطه المعلم راحت هجمت على الاوزون وكلت في طبقه الاوزون، فحصل تآكل في طبقه الاوزون، او زي ما بيعرف اعلاميا باسم ثقب الاوزون. طب هو احنا بنستفيد ايه من ثقب الاوزون؟ قصدي من الاوزون. احنا بنستفيد ايه من الاوزون؟ بنستفيد من الاوزون. الاوزون ده عامل زي المصفى، زي الفلتر كده، بيفلتر لك اشعه الشمس، بيدخل لك الاشعه المفيده وبيمنع الاشعه الضاره من ان هي تدخل. ايه الاشعه الضاره بتاعه الشمس؟ اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه. فلما طبقه الاوزون تاكلت او حصل ثقب الاوزون، ايوه بقى الاشعه فوق البنفسجيه دخلت. خد عندك بقى ايه؟ التهابات وسرطانات في الجلد. ده غير ان درجه حراره الارض كمان ارتفعت بشكل كبير جدا. بس برضو انا باكد عليكم ان انا مش عايزه احبطكم، بس الفكره بقى ان كمان دلوقتي الغازات الدفيئه رفعت لك درجه حراره الجو، والاشعه فوق البنفسجيه رفعت لك درجه حراره الجو اكتر، فحصلت حرائق في الغابات. يعني حتى المساحات الخضراء اللي احنا معولين عليها انها تمتص ثاني اكسيد الكربون وتبقى تتلطف الجو شويه، حتى يعني اتحرقت. فيعني سواد يا بلطيه.
لكن ده ما يمنعش في نماذج مشرفه احنا لازم نوجه لها الشكر النهارده، وفي بصيص من الامل وسط كل العتمه والضلمه اللي احنا فيها دي يا ولاد. احب اشكر الحاج محمد اللي قرر ان هو هيزرع ارضه مش هيبورها. احب اشكره واقول له ربنا يكتر من امثالك. احب اشكر كمان الحاج حسنين اللي قرر ان هو بدل ما يزرع رز هيزرع ذره وقطن. هو اي نعم بيعمل كده لان مفيش ميه يزرع رز، ولكن يعني احنا يهمنا الفعل مش النيه. الرز انتوا عارفين ان هو من المحاصيل الشرهه للميه، بياخد ميه كتير، فالميه دي بتبقى بيئه خصبه لانها تطلع غاز الميثان وده بيضر بالبيئه، فما تزرعوش رز من فضلكم. احب كمان اشكر مدام هناء اللي ماشيه بالخرزانه ورا اولادها. كل ما حد يخرج من اوضه تمشي وراه بالخرزانه تقول له اقفل النور، كل ما حد يخرج من الليفينج ويسيب التلفزيون تقول له اقفل التلفزيون. واي نعم برضو مدام هناء بتعمل كده علشان فاتوره الكهرباء حرقتها، ولكن برضو احنا يهمنا الفعل مش النيه. واخيرا احب اشكر مدام ابتسام اللي بتعيد تدوير فانيلات جوزها بدل ما ترميها في الزباله ويحرقوها ويعملوا انبعاثات غازات مش لطيفه ودمار للبيئه، لا بتنظف بيها الترابيزات والارضيات حسب علاقتها بيه ماشيه في انهي اتجاه. واحب اشكركم جدا على يعني مشاهدتكم للفيديو. يعني لو انت مش هتعمل لايك وشير وسبسكرايب اعرف ان ثاني اكسيد الكربون هو اللي منعك.